ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا ناخد كده مع بعض جولة سريعة في معرض ساس اللي موجود دلوقتي في شارع النزهة الجديدة. اول ما هندخل المعرض هنلاقي على ايدينا الشمال استندين كبار مليانين من المنتجات المصنوعة من الكربون ستيل. عندهم نوعين من الكربون ستيل، نوع مطلي ونوع مش مطلي. النوع اللي مش مطلي بيحتاج يتعمل له سيزنينج، النوع المطلي اسمه كوك شوك. الفرق ما بين الاتنين هتعرفه من اليد. العادي اليد بتاعته خشب، الكوك شوك المطلي بطبقتين عزل اليد بتاعته سيلفر ومكتوب عليها كوك شوك. ده بوك 30، وزنه مناسب أوي للحجم. الطاسات عندهم من أول مقاس 16 لحد مقاس 30. دي طاسة 24، اليد بتاعتها هتلاقي مكتوب عليها كوك شوك. الطاسة ال30 برضو وزنها مناسب جدا لحجمها. دي واخدة طبقتين عزل. عندهم ستاند مليان من أدوات المطبخ المصنوعة من الستان ستيل. كل الأدوات اللي احنا محتاجينها جوه المطبخ هتلاقيها عندهم. عندهم كمان تشكيلة كبيرة جدا من الأدوات الخشبية. عندهم كمان البولات الخشب دي موجودة بمقاسات كتيرة جدا وموجودة بأشكال كتير. الفينش بتاعها ممتاز، الوزن بتاعها حلو جدا بالنسبة لحجمها. في تنوع كبير جدا في المنتجات الخشبية، هم بيتميزوا بالمنتجات الخشبية من زمان. هتلاقي عندك أطباق التقديم، أطباق التسالي، أشكال كتير. هتلاقي عندك كمان البلانشات بتاعة التقطيع موجودة بمقاسات وأشكال كتيرة جدا. عندهم كمان البولات دي للتقديم ممتازة جدا. عندهم كمان الطاسات دي موجودة من أول مقاس 14 لحد مقاس 20. الطاسات دي واخدة طبقة جرانيت بتدخل الفرن وتتحط على النار. وعندهم كمان الطاسات دي حلوة جدا جدا جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. أشوفكم في حلقة جديدة.